الاهلي فوزوا على فاركو بال3-0 النهارده ورجعوا لصداره الدوري برصيد 50 نقطه. تعالوا اقول لكم مين اللي احرز الثلاث اهداف النهارده. الهدف الاول لمتولي في الدقيقه 18 من كره ثابته لمعلول، والهدف الثاني في اخر الشوط الاول لمحمد شريف باسيست من قندوسي للشحات، والهدف الثالث من ضربه جزاء لمحمد هاني بيلعبها معلول وبيحرز الهدف الثالث في الدقيقه 95. من اسباب فوز النادي الاهلي النهارده هو ان مدرب فاركو طارق العشري ابتدى اصلا خطه غلط، ابتدى ان هو يلعب على تلتين الملعب وساب مساحات فاضيه كتير، فعلشان كده كولر ابتدى ان هو يلعب على المساحات الفاضيه، يلعب على المرتده وان هو يضغط ويضرب ظهر دفاع فاركو. فعلشان كده ده سبب من اسباب نجاحنا وسبب فوزنا النهارده في المباراه. طارق العشري اخر 10 مباريات هو ما خسرهمش، بس انت كان لازم تحسب كويس حسبتك وانت بتلعب قصاد النادي الاهلي. كولر من اول الماتش وهو شغال على الجبهه الشمال، جبهه علي معلول والشحات. الاتنين دول يا جماعه في ما بينهم كيمياء رهيبه جدا. الاتنين دول لو مهما اتكلمت مفيش حد هيعرف يأدي في مركزهم زي ما هما بيعملوا كده. معلول رغم كل الضغوطات والماتشات اللي هو بيلعبها الا انه مستواه عمره ما قل ابدا. معلول ما شاء الله من اللعيبه الكويسه جدا في النادي الاهلي، ضربات الجزاء اللي بيشوطها دي كفيله ان هي تخليه قاعد جوه قلوبنا. الشحات البرازيلي، الشحات ما شاء الله عليه ضغوطات نفسيه، كان في ضغوطات نفسيه بسبب وفاه والده، الا ان الشحات ما شاء الله مستواه كل مره في الاحسن وفي الاعلى كمان. الشحات ومعلول، الشحات بيلعب شمال وبيلعب يمين، بيلعب في الوينجين دايس ما شاء الله عليه وبيخترق من العمق. الجبهه الشمال النهارده كانت عامله اللي عليها وبزياده. الشناوي رجع، الشناوي بتاع زمان يا جماعه. في كام كوره النهارده لفاركو الشناوي كانت طلعاته سليمه، كانت مسكاته للكوره سليمه وما كانتش بتخرج من ايده الكوره. الشناوي انا نفسي تفضل على المستوى ده واعلى كمان يا شناوي. خط وسط النادي الاهلي مفيش فرقه بقت بتلعب مع النادي الاهلي غير وهي معترفه ان خط وسط النادي الاهلي بقى اقوى خط وسط. اذا كان بقى الجوكر حمدي فتحي او الجوكر التاني في مباراه النهارده اليو ديانج، حمد لله على السلامه يا دبابه يا ديانج. اذا كان بقى السوليه او مروان عطيه اللي كل مره مروان عطيه بيثبت انه فعلا قد النادي الاهلي، وقندوسي اللي كان فيه صاروخ النهارده وهدف صاروخ ولكن الفار لغاه. قندوسي كام مرة بيشوط نفس الكورة وبيبقى عايز يجيب أهداف، عشان كده هم دول خط وسط النادي الأهلي. وأنا بالنسبة لي إن لازم نجاح أي فريق رمانة الميزان هي خط الوسط للفريق كله أصلا. شريف انت فعلا تستاهل انك تكون رجل مباراة الاهلي وفاركو النهارده. شريف انت ما شاء الله عليك رجعت تاني لشريف المخيف. الهدف اللي انت جبته النهارده ده هدف رايق جدا، هو فعلا من اهداف شريف المخيف. فاكرهم يا شريف؟ انت ما شاء الله عليك بقيت بتنزل، ما بقيناش قلقانين منك يا شريف زي الاول. احنا بقينا واثقين في مهاجمين النادي الاهلي. كهربا لو نزل عارفين هو هيعمل اللي عليه، شريف لو نزل عارفين هو هيعمل اللي عليه، وفي الاخر احنا واثقين في مهاجمين النادي الاهلي وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. محمد هاني ما شاء الله عليه كل مره مستواه في الاحسن، وانا عارفه ان محمد هاني لما بقى بيلعب بقى بيعمل اللي عليه، في الدفاع بيعمل اللي عليه، وفي الهجوم حتى لما بقى بيتقدم انا عارفه كويس ان هو يا اما هيعمل اسيست خطير جدا للنادي الاهلي يا اما هيجيب جول للنادي الاهلي. وفعلا النهارده هو اللي جاب لنا ضربه الجزاء اللي شاطها معلول وجاب لنا الهدف الثالث. وزي كمان ما انا اتكلمت عن محمد هاني عكس خالص طاهر محمد طاهر النهارده انت خدت فرصه كبيره جدا، انت نزلت من اول ربع ساعه يا طاهر مكان كريستو بسبب اصابه كريستو، سلامات لكريستو. كل اللي انا عايزه اقوله ان مش كل اللعيبه تقدر انها تاخد فرصه زي اللي انت خدتها النهارده يا طاهر، فانت كان لازم تستغل الفرصه دي كويس زي ما باقي زملائك كويسين في الملعب. ما ينفعش ان يبقى فيه خلل من لاعب واحد في الملعب. محمود متولي مفيش احلى من انك تكون غايب بقالك فتره كبيره وعندك اصابه، ولما ترجع وتنزل تبتدي تلعب مكان حد تقيل كان قبليك محمد عبد المنعم، وكمان تسد مكانه. ومش بس كده، انت تنزل بهيبتك وتسجل الهدف الاول اللي بيه مسكنا المباراه. احنا فعلا نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. النادي الاهلي مش بس متصدر الدوري، ده كمان بيثبت ان هو اقوى خط هجوم ب 38 هدف واقوى خط دفاع ما دخلش فيه غير 7 اهداف بس وما خسرش ولا مباراه. حقيقي عاش يا كولر وعاش يا لعيبه النادي الاهلي.